استغلت الجارة الشرقية حفل افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين للترويج لأطروحة المرتزقة وعصابة قطاع الطرق. الكابرانات استضافوا في حفل الافتتاح حفيد نيلسون مانديلا المتابع بتهمة اغتصاب وغيرها لإلقاء خطاب انفصالي مهاجم للوحدة الترابية للمملكة، متعمدين تحويل الحدث الرياضي إلى حدث سياسي والترويج لهذا الخطاب المسموم بكافة قنواتهم الإعلامية. وفي هذا الصدد عبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إدانتها لهذه المراسلات الدنيئة والمناورات السخيفة التي صاحبت افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين أمس الجمعة بالجزائر، بعد الخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي. ونددت الجامعة بالعبارات العنصرية الموجهة للجماهير المغربية المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة المعترف بها عالميا من قبل الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح، معلنة مراسلتها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة البعيدة عن مبادئ وأخلاق كرة القدم.